خليني أقولك الحقيقة اللي محدش قالها لك قبل كده. مش كل أم طيبة بتربي طفل سليم نفسياً. وأحياناً طيبتك هي اللي بتوجعه وإنتي مش واخدة بالك. عمرك سألتي نفسك ليه ابني حنين بس ضعيف؟ ليه بنتي مطيعة بس مش واثقة في نفسها؟ لو حسيتي بوخزة دلوقتي كملي، الفيديو ده ليكي. الأم الطيبة بتقول المهم ابني ما يزعلش. الأم المؤثرة بتفكر المهم ابني يفهم مشاعره حتى لو زعل شوية. وهنا أول صدمة، الطفل اللي ما بيزعلش غالباً طفل اتعلم يكتم نفسه. خليني أحكي لك عن سارة، قصة حقيقية متكررة في العيادات النفسية. سارة أم حنينة جداً، ما بترفضش طلب، ما بتحبش تشوف دموع، وأي نوبة غضب خلاص يا حبيبتي اللي انت عايزاه. كبرت بنتها وبقت بتقول ماما أنا تايهة، ماما أنا مش عارفة أقول لأ، ماما أنا بخاف أزعل أي حد. سارة كانت أم طيبة بس عمرها ما كانت أم مؤثرة. سؤال: هل الطيبة معناها إنك تضحي بنفسك؟ الإجابة لأ، دي اسمها إلغاء ذات، والطفل بيتعلم يعمل زيك. سؤال تاني: هل الحزم يعني قسوة؟ الإجابة: الحزم بدون حب يساوي قسوة، الحب بدون حزم يساوي فوضى، الحب زائد الحزم يساوي تأثير. الأم الطيبة بتهدي الطفل، بتحميه من المشاعر، بتحل عنه، بتقول كبر دماغك. الأم المؤثرة بتسمي المشاعر، بتحتوي بدون إنقاذ، بتعلم الطفل يتحمل، بتقول أنا شايفاك ومشاعرك مفهومة. الفرق: الأولى تريح اللحظة، التانية تبني العمر. اسمعي الجملة دي كويس، طفلك مش محتاج أم مثالية، طفلك محتاج أم واعية. لو انت دايماً بتسألي ليه ابني مش قوي، ارجعي اسألي هل أنا بربيه علشان يحبني ولا علشان يعرف نفسه؟